السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة معانا على قناتنا ناجية من جحيم نرجسي. النهاردة هنتكلم عن الشخصية الحدية. مقصرين احنا معاها شوية، من ضمن الشخصيات اللي عندها اضطراب نفسي برضو. آه، الشخصيات الحدية، امتى الشخصية الحدية تكون شخصية انتقامية بتستخدم أشكال معينة من العقاب، بتتحول لشخصية صعبة جدا في التعامل. هنشوف ده مع بعض. الشخصية الحدية بنقول عنها حدية لأنها بتوصل للحد أو للإكستريم من كل شيء، فهي حدية في تعاطفها وحبها، وكمان بتوصل للحد الأقصى من الكره والإيذاء والعنف، فعلشان كده سموها شخصية حدية. طيب امتى الشخصية الحدية تأذي وتبقى فعلا فعلا انتقامية وعدائية جدا، وبتأذي وبتنتقم، وكل ده مع الأشخاص القريبين منها جدا جدا اللي بتربطهم بيها علاقات قريبة جدا من الود والحب. أنا هتكلم عن اضطراب الشخصية الحدية على إنه المصابة بيه مثلا ست أو بنت، بس طبعا هو ممكن يصاب بيه راجل عادي جدا، بس علشان يبقى الموضوع أسهل يعني واحنا بنتكلم. الحدية عندها استعداد إنها تأذي أقرب الناس ليها في فترة نوبة الغضب بتاعتها، لأنها ما بتقدرش تسيطر على مشاعرها وبتبقى خلاص يعني متطرفة جدا جدا في ردود أفعالها، فبنلاقيها بتعاقب بشدة وبتنتقم بشدة. طبعا العقاب والانتقام ده من ضمن اضطرابات الشخصية اللي موجودة عند الشخصية الحدية والشخصية النرجسية والكلام ده كله، فهي حاجة من ضمن اضطراب الشخصية الموجودة عندهم، وده اللي بيخلي علاقاتهم مع اللي حواليهم علاقات مضطربة وعلاقات مش مستقرة، حتى لو كانوا اللي حواليهم دول قريبين منهم جدا. يعني الوالدين أو الإخوات أو الخالات أو العمات أو كده أيا كان، يعني أصدقاء مقربين، زملاء في العمل يكونوا ودودين وكويسين، علاقاتهم بالشخصية الحدية بتكون علاقات غير مستقرة. الشخصية الحدية يا جماعة بتحس برعب شديد لما تحس ان اللي حواليها ما بيحبوهاش او عايزين يسيبوها. الهجر والرفض عند الشخصية الحدية بيرعبها، بيخليها تحس انها غير مرغوب فيها، وبالتالي بيدب فيها الخوف والرعب. التعلق المرضي اللي عندها بالشخص اللي في حياتها اللي قدامها، سواء كان أبوها أو أمها أو إخواتها زي ما قلنا، أيا كان مين الشخص ده، التعلق المرضي ناحيته بيخليها تحس بالخوف الفظيع والرعب الشديد من إنه ممكن في يوم من الأيام يسيبها. علشان كده أي تصرف من الطرف الآخر يحسس الشخصية الحدية إن أنت مش مهم في حياتي، أنا عندي الأهم منك، أنا ممكن أسيبك، كل ده بيخليه يترعب. الشخصية الحدية يعني بيخليها تترعب، وده بيخلي الحدية إنها تنفجر في الغضب، تطلع في نوبة غضب شديدة ممكن تدوم مش بس لساعات، لا ممكن توصل لأيام. يبدأ أو تبدأ الحدية تغضب غضب شديد جدا جدا، تبتدي تعاقب اللي قدامها عقاب شديد. ممكن العقاب يكون بالكلام الجارح، بالألفاظ النابية، بإفشاء أسرار مثلا كانت تعرفها عنك أو عنك. فلاحظوا إن أشكال العقاب عند الشخصية الحدية بتكون صعبة جدا. ممكن كمان توصل إنها تكسر حاجات يعني ذو قيمة عند الطرف الآخر. مثلا حاجة تكون مهمة، تمسك اللابتوب بتاعك تكسره، تمسك الفاز اللي انت بتحبيها تكسرها، أي حاجة تخليكي تتألمي وتتوجعي لأنها حاجة عزيزة عليكي. هي بتبقى عارفة، الشخصية الحدية بتبقى عارفة ان انت كده بتتألمي، زي ما وجعتيها لازم توجعك، هو ده شكل العقاب بالنسبة لها. بتكون شايفة ان انت حرمتيها من حاجة هي بتحبها، وبالتالي لازم تتعاقبي وتتحرمي انت كمان من حاجة انت بتحبيها.
شكل تاني من أشكال العقاب والانتقام إن الشخصية الحادية تبتدي تأذي نفسها، تبتدي تهدد بالانتحار مثلا أو فعلا تقدم على الانتحار. احنا عارفين طبعا إن الشخصية الحادية من أعلى النسب اللي بتوصل بيهم الأمور للانتحار. تهدد أو مثلا تخبط راسها في الحيط أو تمسك مثلا موس أو مشرط أو أي حاجة وتبتدي تقطع في إيديها وفي رجليها. احنا بنشوف الحالات دي كتير. ممكن تسوق بتهور شديد. ممكن يعني في طبيب نفسي كان بيحكي عن شخصية حدية وصلت في نوبة من نوبات الغضب إنها خبطت إيدها في الحيط لدرجة إن كل عظمة في كف إيدها وفي الرزغ بتاعها اتكسرت، وعملوا لها إعادة هيكلة تاني علشان تقدر يعني إعادة تنظيم للبونز بتاعتها أو العظم بتاعها اللي اتكسر من كتر ما هي خبطت نفسها بطريقة بشعة جدا جدا. هي مش حاسة بالوجع والألم لأنها في نوبة الغضب الشديدة بتاعتها، فأذت نفسها إيذاء بشع. بتوصل للمرحلة ديت ممكن تأذي نفسها بس بالصورة البشعة دي عشان توصلك إحساس الذنب، إنك علشان قللتي من تعاطفك معاها، قللتي من حبك ليها، عايزة تبعدي عنها. هي وصلت للمرحلة دي بسببك. شكل تاني من أشكال العقاب والانتقام مثلا إنه الشخصية الحادية آه، تبطل تذاكر، تبطل تروح المدرسة أو الجامعة، يبطل يروح الشغل. أي حاجة يأذي بيها نفسه ويوهمك أو يدخلك إحساس إن أنت السبب في ده لأنك بطلت تحبيه وبطلت تهتمي بيه. في عز نوبة الغضب للشخصية الحادية واللي من خلالها بتشوف الشخص اللي قدامها يعني سيء لدرجة كبيرة جدا جدا، بتشوفه بلاك، بتشوفه مفيهوش أي ميزة، بتشوفه صعب، بتشوفه وحش وشرير. بتبتدي تقول عنك كلام وحش جدا، حملة تشويه سمعة بقى محترمة، تشوه فيكي وتكسر فيكي وتشوه سمعتك كويس جدا. تنسى أي مشاعر كويسة بينك وبينها، تنسى أي لحظات حلوة عدت عليكوا كإخوات مثلا، كأصدقاء، كأقارب، أي حاجة انت ملكيش أي رصيد عندها وهي في نوبة الغضب بتاعتها دي. وهنا طبعا في ناس هتقولي يعني بتعمل زي ما بيعمل الشخص النرجسي بالظبط. احنا قلنا ان في سلوكيات معينة بتتشابه بين الشخص النرجسي والشخص الحدي. عندهم سلوكيات الاتنين بيعملوها. الفرق بين الشخصية النرجسية والشخصية الحدية هنا في النقطة ديت بتاعة حملة تشويه السمعة، إن الشخصية الحدية بتكون غير مدركة للي هي بتقوله أثناء نوبة الغضب. حتى ممكن كتير جدا جدا بعد ما تمر نوبة الغضب ديت تبتدي الشخصية الحادية تعتذر عن الكلام اللي قالته وعن التصرفات اللي عملتها، وقد ايه بتبقى ندمانة وقد ايه بتحس ان هي انا ازاي اقول كده، انا ما اقصدش كده ابدا، الكلام ده كله. الشخص النرجسي بيكون عارف هو بيقول ايه كويس قوي، عامل دراسة ممنهجة لحملة تشويه السمعة بتاعته، هيقول ايه ويعمل ايه، وما بيتراجعش ابدا ابدا عن حملة التشويه اللي بيعملها او التشهير. بيقول كلام قاسي وجارح جدا جدا، وبيكون قصده وعارف ان هو بيصيب الضحية بتاعته بأذى شديد. ما بيعتذرش عنه ابدا ولا بيحس بالندم اطلاقا. لكن الشخصية الحدية لا، الشخصية الحدية بتعتذر، بتندم فعلا. آه، كل الفرق ان هي ما بتشوفش قدامها في نوبة الغضب بتاعها. طبعا اشكال كتير جدا جدا من الاضطرابات. الشخصية الحدية عندها اضطراب شديد برضو زيها زي الشخصية النرجسية، لكن في كتير من الأحوال بنكون فعلا بنتعاطف جدا مع الشخصية الحدية، مش قادرين إن احنا ننفصل عنها أو نبعدها عن حياتنا، خصوصا لو هي مثلا آه، أختي، صديقتي، بنتي، أي حاجة من الحاجات دي. فأنا مستحيل إني هتخلى عنها، مستحيل إن أنا هسيبها، خصوصا إن هي ممكن يكون عندها زي آثار نفسية من علاقة
قبل كده سببت لها التشوه دوت، وسببت لها الاضطراب الفظيع اللي حصل في شخصيتها، خصوصا لو هي كانت لسه طفلة واتعرضت للي يخليها يبقى عندها اضطراب في شخصيتها. فاحنا مضطرين ان احنا نتعامل معاهم، ما نقدرش نخرجهم بره حياتنا، مهتمين بيهم لانهم فعلا جزء مننا، لكن برضو في نفس الوقت لازم نحمي نفسنا منهم. حاجة من ضمن الحاجات اللي الشخصية الحادية ما تعرفهاش هي الحدود. الحدية، الشخصية الحدية ما تعرفش يعني ايه انا عندي حدود وبحافظ عليها وبحميها. هي بتفتكر دايما ان انا في محافظتي على حدودي وحمايتي ليها ان انا برفضها كشخصية، برفضها كإنسانة، مش عايزاها تتعامل معايا، بهجرها، ببعد عنها. فكل ده بيخليها تتصرف بطريقة عنيفة جدا جدا، وبيدخلها في نقطة العنف الفظيعة اللي احنا اتكلمنا عنها. يعني مثلا لو الشخصية الحادية ديت مرة اتصلت بيا وأنا كنت مشغولة، أو نايمة، أو تعبانة ومش قادرة أرد على التليفون، على طول بتفتكر الموضوع دوت مش حدود شخصية ليا أبدا، ولا إن من حقي إن أنا مردش، أو من حقي إن أنا وأنا نايمة أفصل تليفوني مثلا. أبدا، هي بتفتكر إن ده بعد، وإن ده هجري ليها، وإني رافضاها كشخص، وإني خلاص مش عايزاها في حياتي، فتبتدي تدخل في نوبة الغضب الشديدة. بس طبعا ده مش معناه إن إحنا نتخلى عن حدودنا ونفقد حدودنا علشان نرضيهم، ولا علشان نحسسهم إن هم مهمين في حياتنا، وإن إحنا مش قصدنا أبدا نعمل كده علشان نبعدهم. لا، اوعي ابدا ابدا تتنازلي عن حدودك او تحاولي ان انت تقللي منها علشان خاطر اي حد. امال نعمل ايه؟ الفرق بين الشخصية الحادية والشخصية النرجسية ان الشخصية الحادية ممكن تسمع لك، ممكن تتفهم. يعني انا لو شرحت لها موقفي وعرفتها مثلا ان انا في الوقت دوت كنت مشغولة، في الوقت ده كنت تعبانة ونايمة، ده مش معناه ابدا ان انا مش بحبك، ده مش معناه ابدا ان انا مش عايزاكي في حياتي، بالعكس انت شخص مهم جدا عندي وانا ما اقدرش استغنى عنك. آه، غير الشخصية النرجسية اللي بتشوف ان هي بس اللي صح، وما تسمعش تبريرات لأي حد، وما تشوفش اي حاجة غير وجهة نظرها هي وبس. بعد ما بشرح للشخصية الحادية تصرفي كان ايه وليه، وان ده مش ابدا ابدا علشان انا مش عايزاها في حياتي، ولا ان انا برفضها، بتقدر تفهم، بتقدر تقلل من حدة نوبة الغضب اللي عندها. علشان كده بينصح الاختصاصيين وخبراء العلم النفس، يعني ان لو في حياتنا اشخاص حاديين، فانا دايما دايما احاول ان انا اعمل اعادة ثقة بيني وبينها، احاول ابثلها دايما ان انا محتاجة لها، ان انا عايزاها في حياتي، ان انا مقدرش استغنى عنها، ان انا بحبها جدا جدا. دايما دايما احاول اعزز من احساسها الداخلي انها مهمة في حياتي وفي حياة كل اللي حواليها، علشان أقلل من نوبات الغضب اللي بتجيلها، وأخليها تقدر تسيطر على مشاعرها وعلى عواطفها وعلى انفعالاتها. يا رب أكون قدرت النهاردة أوضح لكم جانب مهم جدا في الشخصية الحادية، وتعرفوا أشكال العقاب والانتقام عند الشخصية الحادية، وإزاي أتعامل معاها وما فهمهاش غلط، وما أحسش إن هي شخصية غير مرغوب فيها. هي طبعا شخصية عندها اضطراب، ومش بقول إن هي شخصية سوية، بس ممكن وبطرق كتير أثبت العلم يعني إن هي بتتعالج وبتتحسن، وبتقدر تسيطر على انفعالاتها، وبتقدر بعد كده تبقى يعني إلى حد كبير الاضطراب اللي عندها بيبتدي يقل جدا جدا، لدرجة إنه ممكن في ناس قالت زي سام فاكنين مثلا، قال إن بمرور الوقت وعند عمر 45 سنة فيما فوق بتتلاشى كل أعراض الشخصية الحادية، وبيتلاشى عندها الشعور بإنها مضطهدة أو إنها مكروهة، وكمان بتبتدي ما تفكرش كشخصية عدائية لنفسها، ولا محاولاتها للانتحار، والكلام ده كله بيقل تماما. فالشخصية الحادية يا جماعة غير الشخصية النرجسية، في أوجه تشابه بينهم، أي نعم، لكن على الأقل نقدر نتعايش معاهم، ونقدر نتصرف معاهم، ونقدر نتفاهم ونوصل لنقطة حوار معاهم. أشوفكم الحلقة الجاية.